سلمتك سلاحي وقلت لك احميني، سلمتك سلاحي وقلت لك احميني، وصل بيك الظلم بسلاحي ترميني. معقولة؟ صدق شنو؟ من هي فاطمة قيدار؟ فاطمة قيدار هي مذيعة ومقدمة برامج من مواليد دولة العراق عام 1988 وتحمل الجنسية العراقية. يتم متابعتها بواسطة 2.4 مليون على انستغرام مقابل 1.4 على تيك توك، في حين أن حسابها على فيسبوك وصل ل 144 ألف متابع مؤخرا. حاصلة على شهادة البكالوريوس تخصص إعلام. متزوجة ويقال بأن زوجها يدعى ياسر العزاوي. تعتبر مقدمة برامج ناجحة نالت الكثير من الشهرة والتألق، فقد تلقت مراحل تعليمها الأولى في بغداد، ومن ثم حازت على شهادة البكالوريوس في الإعلام، وهي تشتهر الآن بتقديم برامج شعر على التيك توك. كما انتشر اسمها بشكل كبير الآن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الفضيحة المتداولة لها والتي أثارت جدلا كبيرا. فاطمة قيدار. السيرة الذاتية. الاسم الكامل: فاطمة قيدار. تاريخ الميلاد: من مواليد عام 1992. مكان الميلاد: العراق، بغداد. ثم الجنسية: تحمل الجنسية العراقية. الديانة: تعتنق الدين الإسلامي. الحالة الاجتماعية: متزوجة. وعدد الأبناء غير معروف بدقة. سبب الشهرة: تقديم برامج ناجحة. اللغة الأم: اللغة العربية. لغات أخرى غير معروف. كذلك مكان الإقامة: بغداد. كم عمر الإعلامية فاطمة؟ إن عمر الإعلامية العراقية فاطمة هو 26 عاما، فهي من مواليد عام 1989 في العراق، وقد استطاعت خلال سنين حياتها أن تحظى بشهرة واسعة كونها مقدمة برامج ناجحة لديها الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. ما هي جنسية الإعلامية فاطمة؟ تحمل فاطمة قيدار الجنسية العراقية، فهي من مواليد بغداد لأب وأم عراقي الجنسية، وقد عاشت وتربت على عادات وتقاليد العراق، ولكن انتشر خبر فضيحة كبيرة لها آثار الكثير من الجدل. ما هي ديانة فاطمة قيدار؟ تعتنق فاطمة قيدار الدين الإسلامي، فهي من أب مسلم وأم مسلمة وتنتمي لعائلة عراقية مسلمة، فقد عرفت بنجاحها وتألقها في تقديم أهم البرامج على منصات التواصل الاجتماعي، كونها من الشخصيات العفوية والمحبوبة في عالم السوشيال ميديا.